الكشري الأصفر أو الكشري الإسكندراني طبق جميل جدا وكله فوايد، ومع طبق سلطة كده خضرة جنبيه. بجد مش محتاج أي حاجة تانية بقى، ولا فراخ ولا لحمة ولا أي حاجة. هو طبق مظلوم معانا ما بنفتكرهوش كتير، بس تعالوا قلت أفكركم بيه. حلة على النار فيها شوية زيت. نزلت بالبصلاية، بصلاية كبيرة شوحتها كويس. بعد كده نزلت عليها بالعدس الأصفر مغسول ومتصفي وشوحته شوية كده مع البصل. وبعد ما خد معايا تشويحة نزلت عليهم برز، رز مصري مغسول، واديته تشويحة حلو كده معاهم لحد ما الرز نشف من ميته خالص، ما بقاش فيه اي مية مكان الغسيل يعني. وبس كده. هحط عليه بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، واتوصوا بمعلقه كمون كبيره كده، ومكعب مرقه دجاج لو مش حابين تحطوه براحتكم. وخلاص كده شوحت الرز تشويحه حلوه. وبعد كده نزلت عليه بميه من الحنفيه، زي ما بتسووا الرز عادي خالص. شوية مية من الحنفية او مية مغلية، بس مش هتفرق كتير يعني. الرز ما تقلقوش مش هيعجن منكم. اهم حاجة تشوحوا الرز وتنشفوه كويس قوي من ميته. كل حباية كده تتغلف بالزيت او السمنة. وممكن في المرحلة دي بقى في ناس بتعمل حفر كده وتحط بيض، تكسر بيض فيها، او ممكن بيض مسلوق. انا ما حبيتش الصراحة يعني، ما بحبش احط معاه بيض. بقدمه مع سلطة خضراء وبس كده. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب اسراء غرس الدين.